الأشعة بالصبغة على الرحم خطوة شجاعة بتطمنك. كل واحدة بتيجي في لحظة تسكت شوية وتفكر ليه الحمل اتأخر، هل في مشكلة ولا مجرد وقت؟ وفي النص بين التفكير والدعاء بيجي سؤال مهم، طب أعمل إيه؟ واحدة من أهم الخطوات في الطريق ده هو فحص اسمه الأشعة بالصبغة على الرحم. إمتى بنلجأ للفحص ده؟ بعد مرور سنة من انتظام الحياة الزوجية بدون حمل. الاسم يمكن يخوف شوية، لكن الحقيقة الفحص ده بسيط وبيكشف عن حاجات كتير قوي. باختصار الأشعة بتكون عن طريق إدخال صبغة طبية خفيفة من عنق الرحم، والأشعة بتصور حركة الصبغة وهي ماشية جوه الرحم وقنوات فالوب. الصبغة دي لون بيكشف الطريق، لو مشيت بحرية يبقى مفيش انسداد، ولو وقفت يبقى في حاجة محتاجة نطمن عليها أكتر. في ستات بتخاف من اللحظة دي، لكن الخوف عمره ما كان عيب. العيب إننا نسكت على الجهل ونسيب الحيرة تكبر جوانا. الفحص ده مدته قصيرة، يمكن تحس بانقباض بسيط زي ألم الدورة الشهرية، ولو احتجت ممكن تاخدي مسكن خفيف قبل الإجراء ده، لكن راحة بالك اللي بعدها كبيرة لأنك ببساطة هتفهم المشكلة. وفي خبر حلو كمان، الصبغة نفسها ممكن تساعد في فتح انسداد بسيط في الأنابيب، يعني مش بس بنتأكد، أحيانا بنعالج في نفس اللحظة ومن غير عمليات ولا تدخل جراحي. انت تستاهلي تطمني وتفهمي وتختاري لنفسك الطريق الأفضل. الصحة مش رفاهية، الصحة وعي، والوعي هو أول خطوة في طريق الحلم.